ترشح استضافة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. جاء ذلك على لسان شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي خلال حفل توزيع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لجائزة التميز لعام 2022 الذي أقيم برواندا. في كأس العالم 2030 أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو المتوسطي. خطوة تنظيم نتاع كأس العالم بالإضافة إلى البعد الكروي نتاعو، هناك بعد حضاري إنساني في حوض البحر الأبيض المتوسط ما بين قارتين، القارة الأوروبية والقارة الأفريقية، ليظهر الكل بأن الشباب في الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط قادرون على الاشتغال معا وقادرون على تطوير مهاراتهم والمشاركة في بعث الحضارة التي ميزت هذه المنطقة من جديد. لو بدأت معك، إلى أي مدى ستشكل إضافة المغرب في هذا الملف المشترك على قوة هذا الملف ينيل أو حصد شرف تنظيم كأس العالم، خاصة وأن المغرب نالت ما لها من استضافة بطولات عالمية كبيرة في الفترة الأخيرة؟ هاشم، لا شك على أنه الصيغة الجديدة لكأس العالم مع رفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بات من المستحيل، أقول من المستحيل وليس فقط من الصعب، أن تستضيف دولة واحدة هذه النهائيات. على هذا الأساس مونديال 2026 سوف يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الصيغة الجديدة بالفعل إلى درجة كبيرة يعني محط استغراب، ولكنها تتطلب عمل طويل وجهد طويل وإمكانات استثنائية، بمعنى العدد المباريات ارتفع من 64 مباراة إلى 104 مباريات بزيادة 40 مباراة، وبالتالي عدد المجموعات صف عندك 12 مجموعة وفي كل مجموعة وكان مقترح أيضا 16 مجموعة لأن ذلك لم يتم التوافق عليه. الصيغة سنتناقشها بعد قليل، ولكن أقول بأمانة لو ترشح إسبانيا لوحدها أو البرتغال لوحدها أو المغرب لوحده بكل تأكيد العملية صعبة ومستحيلة. على هذا الأساس المغرب الذي سبق أن ترشح لاستضافة المسابقة 5 مرات اعتبارا من العام 1994 وحتى العام 2026 ولم يلقى نجاحا، أتصور هذه المرة هناك إمكانية كبيرة جدا، علما أنه في فبراير الماضي ترشحت الأرجنتين والأوروغواي، وهناك أمل بالنسبة إلى دول أمريكا الجنوبية، تشيلي وأوروغواي أيضا تماما، بداية الأرجنتين والأوروغواي ثم انضمت الباراغواي وأخيرا تشيلي. في نهاية المطاف كان هناك أمل كبير جدا على أنه بمناسبة مرور قرن من الزمن على تنظيم كأس العالم الأولى عام 1930 في الأوروغواي أنه تمنح دول أمريكا الجنوبية هذا الشرف، ولكن بالفعل في وقت لاحق أيضا إسبانيا وكذلك البرتغال ترشحتا بالإضافة إلى أوكرانيا، ولكن سحب الملف الأوكراني لسبب مهم جدا، أنه في نوفمبر الماضي تبين أن رئيس الاتحاد أندري بافلينكو متهم بالرشاوى، متهم بتبييض الأموال وبلع وجع رأس. على هذا الأساس سحب الملف الأوكراني، وها هو المغرب يدخل ضمن هذا الملف الثلاثي المشترك مع البرتغال وإسبانيا. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، أهم من كل شيء
قرب المسافات دغري انا على طول يعني انه ما بين المسافه ما بين لشبونه والرباط بالطائره 560 كيلومتر، يعني مشوار صغير ما في مشكله، ساعه او شيء من النوع. بالنسبه الى لشبونه ومدريد 625 كيلومتر، بين مدريد والرباط 965 كيلومتر. قرب المسافات هي التي تجعل من هذا الترشح ترشح جدي وجدي الى درجه كبيره جدا. لكن انا سالتك عن الاضافه التي تقدمها المغرب لهذا الملف، خاصه وان المغرب نظم بطولات مثل كاس العالم للانديه، خبره كبيره الان. بدي اقول شيء معين، هلا لم ينضم الى اسبانيا، نظمت يعني تواجد المغرب افضل من تواجد اوكرانيا على مستوى التنظيم اتحدث. بكل تاكيد بكل تاكيد، على الاقل بالنسبه الى تقارب المسافات. هناك يعني في نهايه المطاف عندما تقول المغرب واسبانيا يمكن ربع عدد سكان اسبانيا، مش ضروري مجنسين، هم يعني اشرف حكيمي وغير اشرف حكيمي. مجموعات كبيره من الشعب المغربي تعيش في اسبانيا، وكذلك الحال بالنسبه الى موضوع البرتغال. قرب المسافات هو اهم شيء. على هذا الاساس اقول انه ترشح اكثر من ممتاز، ولا يمكن ان اضمن شيء على الاطلاق، علما بانه التصويت حسب ما ذكر الفيفا سيتم في الربع الثالث من العام المقبل. نعم منير، يعني نهضة كروية تعيشها المغرب إذا تحدثنا على مستوى فريق كرة القدم للرجال، فريق كرة القدم للسيدات، فريق كرة القدم للصالات، يعني ليس فقط على مستوى الاستضافات لكن حتى على مستوى لعب كرة القدم والإنجازات التي تحققها الكرة المغربية قد يعطي دافع أيضا لتشجيع المغرب أكثر على استضافات وأحداث كبيرة مثل كأس العالم. نعم، هو الانضمام تاع المغرب لإسبانيا والبرتغال في ملف تنظيم كأس العالم 2030 هو جاء لمجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول هو القرب الجغرافي والتقارب، مش غير والتقارب الثقافي والتاريخي ما بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، لأن كان هناك تلاقح ثقافي في السنين وفي الأزمنة الغابرة. مسألة أخرى، الريادة الإفريقية لكرة القدم المغربية، يعني كما تفضلتم أن المغرب برز في مجموعة من المحافل يعني الإفريقية سواء الدولية أو الإفريقية. آخر إنجازات بتاعه هو وصوله نصف النهائي لكأس العالم، وهذه تعتبر سابقة في إفريقيا، وهي اللي أعطته الريادة الإفريقية وتمثيل إفريقيا على مستوى يعني حتى كأس العالم، في تنظيم كأس العالم. لأن لما كنقولوا المغرب انضم كنقولوا إفريقيا انضمت، صحيح، لأن المغرب سيمثل إفريقيا، وحتى الملف سيكون يعني أول ملف في تاريخ تنظيم كأس العالم ينظم ما بين قارتين، القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. ثالث شيء وهي الخبرة والتجربة التي يتميز بها المغرب في التنظيم، لأن المغرب مش لأول مرة حينظم تظاهرات كبرى. فاتلو أن نظم كأس العالم للأندية، نظم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نظم الشان، نظم الكان، نظم الكان بتاع يعني كرة القدم النسوية، يعني مجموعة من التظاهرات. ولا للمغرب باع كبير في التنظيم وفي الأشياء يعني اللي كتهتم في هذا المجال. حتى الشيء الجميل أن إذا احتد الاتحاد الأفريقي على أي مشكلة تواجه يبحث عن الحل في المغرب. مباراة يجب أن تقام، مشاكل في الدولة الفلانية، اذهب إلى المغرب. وهذا شيء جميل بالنسبة للمغرب أن تكون هي الحل دائما في الاستضافات. وهذه اللي قلت لك أنا نتكلم على الريادة، ما كنقولش الريادة على المستوى يعني الكروي، ولكن حتى على مستوى اللوجستي والمستوى يعني الملاعب، لأن كما تفضلتم أن مجموعة من المباريات قامت في المغرب، لأن الكاف كانت حددت مجموعة من الضوابط على مجموعة من الدول الإفريقية اللي ما عندهاش ملاعب تحترم الضوابط الفنية والتقنية تاع الملاعب تاع خصوص تصفيات كأس العالم. فالمغرب استقبل هذه المنتخبات يعني بصدر رحب، واعطاهم جميع الإمكانيات اللوجستية والأمنية والكل على أساس أنه ينجح هذه المباريات. فهذه الأشياء كلها مجتمعة هي اللي دفعت البرتغال وإسبانيا أنها تستعين بالمغرب، لأن المغرب بالنسبة له إضافة يعني في الملف تاعه. لما نقارن أوكرانيا وتقارن المغرب فلا مجال مقارنة، لأن المغرب أوكي
اوكرانيا كانت عندها كره وعندها، ولكن المغرب على مستوى الافريقي فهو عنده الرياده، وحتى انه مش على المستوى الافريقي حتى على المستوى العربي فهو يعني حيكون يعني واحد ممثل للقاره الافريقيه وفي نفس الوقت ممثل للقاره للامه العربيه. فهذه اشياء حتساعد كثير البرتغال واسبانيا على يعني ربح اصوات اول شيء، وحتى الصوره اللي ظهر بها المغرب مؤخرا على المستوى الرياضي مش على المستوى الكروي حتى على المستوى الرياضي. وحتى بالنسبه بالمناسبه الفوز صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله يعني بالجائزه اليوم، نعم. فهذه اضافه، لان هذه اراده سياسيه لان لو عايز تنجح اشياء يلزم تكون الاراده السياسيه، فالاراده السياسيه موجوده. إذا هنا كل نعم. الأشياء موجودة على أساس إنجاح يعني هذا الملف المشترك ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. نعم محمد، يعني نقطة جميلة ذكرها منير أن ترشح المغرب قد يعطي أصواتا أكثر لأسبانيا والبرتغال، نظرا لأن الأفارقة بكل تأكيد يريدون أن يحتضنون كأس العالم. الحقيقة أنت سألتني عن المستوى الفني، لا شك على أن المستوى الفني كما تفضلتم لا غبار عليه على الإطلاق، وخصوصا بعد هذا الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال 2022. ولكن ضربة معلم بكل تأكيد. يعني خلنا في مناسبة أولى على أنه إذا ما كانت أوكرانيا انضمت إلى الملف، علما أن أوكرانيا ليست حبتين في عالم التنظيم، لأنه نظمت بطولة أوروبا هي وبولندا يوما ما، مش عملية سهلة. ولكن لنترك أوكرانيا على جنب. بالنسبة إلى المغرب أقول ضربة معلم، وهذا هو السبب الذي ذكرته، وهو أنه من خلال ضم المغرب إلى الملفين البرتغالي والإسباني أنت ضمنت أن تكسب أصوات كثيرة وكثيرة جدا من الدول العربية ومن الاتحادات العربية ومن الاتحادات الإفريقية بكل تأكيد. بعدين